السلام عليكم حبايبي الغاليين. هحكي لكم النهاردة عن أول زيارة للطبيب النفسي. أنا قبل ما أزور الطبيب النفسي عشت سنين معاناة، سنين طويلة جدا جدا جدا، بعاني معاناة شديدة جدا بيني وبين نفسي. معاناة نفسية، تعبانة، مخنوقة، متضايقة، كارهة الدنيا، كارهة الناس، كارهة نفسي، مش عايزة أخرج للعالم، بروح شغلي بصعوبة جدا 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 لأقصى درجة ممكن تتخيلوها. مش عايزة أشوف حد، مش عايزة حد يشوفني، مش عايزة أخرج للناس، أخرج للمجتمع، مش عايزة أخرج للنور، مش عايزة أظهر في مجتمعات، مش عايزة أكون موجودة في أي مناسبة. يعني أنا يعني إحساس مش قادرة أوصله لكم، بس هو إحساس صعب قوي. أنت مقفول على نفسك، بتغير حتى نفسيتك، بتطفو على ملامح وشك حتى بتتغير. الابتسامة بتغير الوش. انت لما بتضحك بيبقى شكلك جميل ومنور، ولما بتحزن شكلك بيبقى مطفي وكئيب وحزين. بتغير الاكتئاب، بيغير كل حاجة فينا، كل حاجة كل حاجة كل حاجة، بتطفو على الملامح والجسم والوجه. يعني انا عانيت سنين طويلة قوي 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 قبل ما اروح للطبيب النفسي. طبعا يعني ما رحتش الا للضروره القصوى والشديد القوي بعد ما وقعت وانهارت انهيار يعني صعب، وبقيت اخش في نوبات صعبه جدا. فطبعا القرار كان من اخواتي ان هم يحاولوا يشوفوا ايه الموضوع، يلجأوا لطبيب بقى. لا خلاص ما فيش حل، ما عادش في حل. القرار كان صعب قوي قوي بالنسبة لنا احنا كمان كمجتمع شرقي، ان علشان احنا نزور طبيب نفسي خلاص بقينا مجانين، احنا مجانين، احنا تعبانين نفسيا، والسمعة بقى وهيقولوا ايه، وتعبانة نفسيا ومريضة نفسيا وبتتعالج وكئيبة وحزينة. ده البنت لو مثلا ما اتجوزتش ده مش هتتجوز، لو متجوزة طب ومش عارف ايه، وسمعتها هيقولوا عليها ايه ومش عارف. لكن ده اعتقادات كلها متخلفة، بجد متخلفة. ما انا قدامك اهو بتكلم معاكم ومريت بكل معاناة الاكتئاب. ايه اللي حصل؟ ايه اللي جرى؟ بالعكس، مريض الاكتئاب اصلا بيبقى اعقل العاقلين. يعني مريض الاكتئاب اصلا بيوصل للاكتئاب ليه؟ هو بيوصل للاكتئاب من شدة عقله، من شدة عقله، من شدة ما بيدقق في التفاصيل، من شدة ما أحاسيسه مرهفة، وبيتأثر بكل حاجة وكل المواضيع، وبيتأثر بالكلمة السيئة وبيفرح بالكلمة الحلوة، وبيتأثر بالصدمة والفقد، وبيتأثر بالكتمان المتراكم جواه. إنسان حساس، إنسان عاقل، إنسان بيفكر في كل التفاصيل، فمن كتر تركيزه قوي في كل حاجة ما عادش قادر يواجه الدنيا والناس، ما عادش قادر يواجه الدنيا والناس. مريض الاكتئاب عاقل جدا 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 جدا. امال احنا ليه بنروح للطبيب البشري نتعالج لما مثلا معدتنا بتوجعنا، لما عظمنا بيوجعنا؟ طب ما الانسان مكون من ايه؟ الانسان مكون من جسد ونفس. ما الجسد بيتعب، النفس كمان بتتعب. امال ليه في دراسة طب نفسي اصلا؟ ليه بندرسها؟ ليه الاطباء بيدرسوها؟ ليه بيدرسوها؟ ليه في كلية طب نفسي؟ ليه الطبيب بيدخل يدرس 7 سنين ويحضر عمره كله، يفضل يذاكر علشان يعالج مريض نفسي؟ يا جماعة صححوا أفكاركم، صححوا أفكاركم المغلوطة. صدقوني اقفوا جنب التعبان النفسي والمريض النفسي، اقفوا جنبه، خليكوا جنبه، هو محتاج دعمكم. صدقوني هو مش عارف ياخد قرار، مش عارف ياخد بإيد نفسه، بيبقى غرقان غرقان. حتى النوم بيبقى محروم منه، واصعب حاجة في الدنيا دي الحرمان من النوم. انا حرفيا ما بنامش، يعني حرفيا 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 ما كنتش بنام الا حقيقة عشان الحق في الكلام اللي بقوله. الحقيقة اني كنت بنام احيانا بلطف ربنا، بلطف ربنا. والله ربنا لطيف 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 بعباده. يعني لما بتمر علي ايام وايام وايام حرفيا ما فيش نوم، وفي آلام انك تفضل تتأرق متأرق طول الليل لحد ما يطلع عليك النهار، مهدود تعبان، تروح شغلك مطبق، ترجع استنام، مفيش نوم،
تقوم اليوم التاني تروح برضو شغلك وتمارس حياتك وتشوفك يا ست، انا اشوف بيتي، اشوف احتياجات ولادي وجوزي ودنيتي وحياتي وشغلي وبيتي، واجنم تاني يوم مفيش نوم واقوم لا خلاص بقع خلاص وقعت مفيش. فبتيجي بقى لطف ربنا، انام في مره من المرات كده ربنا يلطف بيا ويكرمني، وربنا بينزل في وسط مع البلاء، بينزل مع البلاء اللطف، فبيلطف بيا فبنام شويه. هم دول اللي بيخلوني اكمل. صدقوني الموضوع صعب، موضوع صعب قوي 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 قوي، مش اي حد يتحمله. ربنا ما بينزلش البلاء الا اذا كان يعلم ان هذا الانسان يقدر يتحمل هذا البلاء ولا لا. فهو صعب، بلاء صعب، لكن احنا لازم نتحمل، ولازم نساعد مريض الاكتئاب ومريض الأرق. ما هو الاكتئاب بيجر وراه حاجات كتير قوي، منها الخوف، احساس بالخوف والتوتر والقلق والأرق، عدم النوم، بيجر كتير حاجات، والوسواس بيجر حاجات كتير قوي 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 الاكتئاب. فاحنا لازم نقف جنب مريض الاكتئاب. انتوا عارفين يا جماعه انا كنت ببقى حاسه بايه؟ انا كنت ببقى حاسه ان انا ماشيه كده ومجرجره في رجليا وايديا احمال تقيله وعلى كتافي. دايما حاسه ان انا ماشيه ومجرجره احمال تقيله قوي في رجليا وايديا، وشايله على اكتافي احمال تقيله قوي من كتر التراكمات اللي جوايا، من كتر الحاجات اللي انا مكتئبه منها. اسباب الاكتئاب اللي انا شايلاها جوايا وماشيه بيها. صدقوني الموضوع صعب، لازم نقف جنب بعض، ولازم نساعد مريض الاكتئاب وناخد بالاسباب. احنا نبحث ونشوف ونفتش وندور مريض الاكتئاب ده ايه الشغف اللي بيبسطه، ايه الحاجه اللي كانت بتبسطه قبل ما يبقى مريض اكتئاب، ايه الحاجه اللي بيحب يعملها ونخليه يعملها. نقف جنبه ونساعده في النقطه دي. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.